السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده يا جماعة هتكلم معاكم على موضوع يمكن أنا عديت بيه يعني، وحبيت بس إن أنا أتكلم معاكم فيه. الموضوع ده هو يعني داخل في كذا حاجة بصراحة، بس أنا هتكلم في الجزئية اللي أنا عاوز أتكلم فيها النهارده. طبعا إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا وحثنا على إن إحنا نرحم الناس. وبصراحة يعني البعض مننا بيبقى قاسي جدا على ان هو يحكم على الناس وان يقول ده كويس وده مش كويس، وحتى احيانا احنا بنوديها ان احنا الراجل ده او الشاب ده هيخش الجنة والست دي هتخش الجنة ولا هتخش النار. بس انا مش هتكلم في الجزئية دي، انا هتكلم في عارفين طبعا ان انا ما بتكلمش في قصة الحلال والحرام عشان انا مش اهل ليها بصراحة. بس هتكلم في موضوع المدمنين يا جماعة، الشاب المدمن والبنت المدمنة أيا كان الإدمان يعني. بس يمكن هتكلم على الموضوع الأعمق من كده، الرئة الأعمق يعني. هتكلم من كده أولا رحمة ليهم لأن أنا عاشرت ناس كتيرة منهم. ثانيا رسالة نصح برضو ليهم في الفيديو، إنه ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيدهم ويرفع عنهم لما انت بتشتغل ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. بتشتغل على ان انت بتعمل خطوات، بتشتغل على ان انت تتخلص من الادمان ده، ربنا سبحانه وتعالى هيعينك والله عن يقين يعني. بس في حاجة انا عاوز اقولها اللي يشوف الفيديو ده واعتبرها نصيحة من اخ. المدمنين دول يا جماعة ناس طيبة جدا والله العظيم، ناس جدعان وناس رجالة وبيبقوا اصحاب جدعان جدا. مش جاي طبعا ان انا يعني انا مش جاي اتكلم على انه اللي بيعمله طبعا حرام، مش جاي اتكلم في النقطه دي. بس اللي جاي اتكلم فيه يا جماعه ان احنا كلنا لازم ننظر اليه نظره الانسان المريض. حرفيا اي انسان مدمن انسان مريض. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. هنا الدماغ يا جماعة عند المدمن ما بتشتغلش زي البني آدم المتعافي، لازم تعرف كده وتتيقن 100%. يعني هقول لكم مثال. ممكن يبقى واحد بيصلي وبيصوم وملتزم على فكرة، وممكن معلش ممكن يبقى إمام مسجد ويروح البيت يتفرج على أفلام إباحية، بتحصل. هل الشخص ده لا هو مش فاسد والله، بس الفكرة في حاجة، احنا لما بنشوف مريض السكر مثلا ولا اي حد عنده مرض مزمن بنقول عليه ان هو ده فاسد؟ لا طبعا، ده مريض. وهكذا المدمن اباحية، اللي مدمن خلينا نتكلم والله الادمان كله خطر يعني، ما فيش حاجة اخف من حاجة. بس خلينا نتكلم على اللي هو مدمن ماكس، مدمن بودرة، مدمن هيروين، ستروكس، شابو، الحاجات دي يعني اللي ربنا يرفع عننا كلنا. الشخص ده انت مين قال لك؟ يمكن هو كل يوم بيصحى من النوم وبيكتب وبيجرد وبيعمل حاجات وبيروح مصحات، بس ما بيعرفش يسيطر على دماغه. يجي الصبح موضوع يشغله ويتعبه، يروح يشتري، عاوز الألم ده جواه ألم، عاوز يسكنه بأيا كان ضربته هو كانت ايه يعني. البني آدم اللي كل يوم في علاقة بيعمل علاقة ومرة واثنين وثلاثة، والله العظيم يا جماعة وأتحدى إنه في الأغلبية منهم بيجي وقت عليه وبيقفل الباب وبيستغفر وبيبكي وبيندم وبيزعل ويحقر نفسه. الحاجات دي طبعا مش تحقير النفس طبعا مش حلو، بس أنا عايز أقول لكم لكمية الصفاء والإخلاص اللي عند الشخص ده المدمن. يعني أنا بتكلم النهاردة لأنه أنا والله العظيم عاشرت منهم ناس جدعان ورجالة. لازم أقول ناس رجالة وجدعان، طالما هو بيساعدني بيقف معايا وهو كويس يبقى الشخص ده جواه نظيف. بس الشخص ده حتى بتيجي تسأله والله ما عارف أعملها، والله ما عارف أتخلص من المرض ده،
والله العظيم بقفل المواقع وبعمل حاجات كتيرة جدا عشان خاطر ان انا اتخلص من العلاقات المقرفة دي. ما بعرفش. يحصل معايا موقف في البيت تلاقي انا فجأة بروح اكلمها، موقف في البيت بتلاقي انا فجأة بروح اشتري، موقف في البيت بتلاقي انا بروح اضرب ما اعرفش ايه. وبيصعبوا عليك، بيكونوا ولاد ناس. انا اعرف بنات، اقسم بالله العظيم بنات ناس بتروح تشتري، ولكن لا مش كده. ومش عاوز اقول لحضرتك انت يعني عشان انت مش في السكه دي، لا، بس صدقني الموضوع مش زي ما انت متخيله. مش فجاه هيصحى من النوم والله هبطل ومش لا. بقول لك المشكله هنا مش سهله، والله العظيم ما سهله. واجبنا ايه احنا ودورنا ايه في المجتمع؟ اذا كان زميل ولا جار ولا اخ، احيانا ممكن ابقى معاك في البيت، لازم اتقبله، يعني اتقبله واحاول اساعده، مش اضغط عليه واجي عليه. تعرف ان هو ممكن بعد ما يخلص اي حاجه بيعملها من سلوك الادمان ممكن يعدي بعربيته وينزل ويدفع، يدي الست اللي بتبيع بنات دي فلوس، او يساعد او يروح يزور ما اعرفش كذا في مستشفى، او يقف مع كذا. ما هو لو زي ما احنا بنقول ان هو فاسد، ما هو خلاص هيبقى كل حاجه عنده خربانه وبايظ. لكن هو مش كده، هو بيساعد، لو احتجت منه فلوس بيديك فلوس، بيقف معاك كده، بيساعدك لحظه كده، لحظه بتيجي عليه يا اخي من رحمه ولين، يعني بيقف مع الناس وبيساعدهم. يبقى ده كويس، يبقى ده مش فاسد، ده مريض. والمدمن يا جماعه اكتر واحد، اقسم بالله العظيم اكتر واحد لو اتعافى من ادمانه بيبقى انسان مبدع. وناس كتيره لو سمعت الكلمه دي هتصدق الكلام اللي انا هقوله. الطاقه دي اللي هو بيهدرها في الضرب بيوديها في حاجات تانية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خياركم في الجاهليه خياركم ايه في الاسلام. كده الانسان المدمن بيعمل كده، بيتعافى بكده. نرحمهم. لو بنت برضه نرحمها، عارف والله عارف. وانا كنت اكتر واحد، مش مساله مش برحمه، بستغرب بنت تشرب سجاير، بنت تعمل، بنت تشرب عموما في الالفاظ حشيش وكده. لكن لما رجعت مع نفسي قلت ما هو بني ادم، هو بني ادم. طالما بيستنجد بيك وبيروح زماله وبيتكلم ولا بتتكلم، يا جماعه ساعدوني، يا جماعه انا مش قادره، يا جماعه انا ببيع فلوس كذا عشان خاطر اشرب، يا جماعه عندي اعراض انسحابيه مش عارف ابطلها، او مش، والبنت برضو مش عارف ابطل كذا. لا، احنا ما نبص، عارف ان هي صعبه بس نتقبله. والله العظيم دي انسانه مريضه، ده انسان مريض، ما نضغطش عليه، لان هو بيشيل حمل ما فيش حد هيقدر يستحمله. ناس كتيرة راحت في أكتر من سكة الإدمان، راحت لسكة الانتحار بسبب إن إحنا ما عرفناش نتعامل معاهم. بزعل جدا لما نشوف واحد مدمن ونقول عليه إن هو ابن 60 في 70. لا، نحاول نساعده، نحاول نقف جنبه. وفي نهاية الفيديو يعني، والله الفيديو ده عاوز نتكلم فيه كتير، بس انا مش عاوز اطول على حضراتكم. يعني عاوز اقول لاي انسان مصاب باي حاجه ما تيأسش، والحاجه الاساسيه اللي هتساعدك تبطل اي حاجه، استعين بالله سبحانه وتعالى، ادعي، سلم اي واحد تلقاه عملها بطل اي ادمان، قول له عملت، قول سلم الى الله سبحانه وتعالى، لان دي قوه كبيره مش هتعرف تتخلص بيها مع نفسك او بقدرتك. سلم الى الله، يا رب أنا مش عارف أعملها، والله أنا كتبت مرة واثنين وثلاثة وقفلت المواقع الإباحية وبطلت إن أنا أكلمهم وبيرجعوا إن هم يكلموني، وبطلت أمشي في الحتة الفلانية، بطلت أعمل كذا. يا رب أنا مش قادر، يا رب أنا تعبت، يا رب تولى عني الحاجات دي، هياخدها منك والله العظيم، وعن يقين وعن ثقة. وربنا سبحانه وتعالى يا رب يرفع عن أي إنسان مدمن مصاب بأي حاجة في أي حتة، ويرفع عنه يا رب ويتولى يا رب بحق جهنم. واشوفكم على خير.